ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي هبه وبعمل وصفات سهله وبسيطه، وان شاء الله وصفه النهارده تعجبكم. وصفه النهارده من وصفات امهاتنا بتاعت زمان. عارفين لما كان بيجي الشتاء وتبقى ريحه البيت كله كيك ومخبوزات؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه اليوسفي، ومكونات سهله جدا والكيكه بسيطه جدا. جبنا 4 حبات من اليوسفي وقطعناهم لقطع صغيره. انا ضفت اليوسفي بقشره عشان بحب طعم المراره بتاعه القشر، بس لو انتوا بتتضايقوا منها ممكن تحطوه من غير قشر عادي. وهنضيف بس شوية بشر صغير مع الخليط، عليهم 1.25 كوب من السكر، و3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة نطلعها بس من قبلها بنص ساعة. وهنضيف عليهم رشة صغيرة من الفانيليا، وهنبدأ نخلط المكونات بتاعتنا في الخلاط. هنسيبها حوالي 5 دقايق لحد ما تحسوا ان الخليط بقى لونه افتح، وتحسوا ان المكونات كلها امتزجت ببعض. وبعد كده هنضيف عليهم 1.25 كوب من الزيت على السمنة. بعد كده هنضيف الخليط بتاعنا في بولة كبيرة، وهنضيف عليهم 1 كوب من الدقيق. وان احنا ننخل الدقيق دي خطوة مهمة جدا. وهنضيف عليهم 1.25 كوب من الدقيق الذرة الاصفر، وده متوفر في كل الاماكن عادي. وهنضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. بعد كده هنبدأ نقلب في الخليط بتاعنا بالراحة، وياريت يكون التقليب في اتجاه واحد، ده بيكون افضل. وهنضيف عليه ربع كوباية من المية المغلية، وهنبدأ نقلبها مع الخليط لحد ما تمتزج بيه تماما. وبعد كده هنفضي الخليط بتاعنا في صينية مقاس 22، وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 من 45 ل 50 دقيقة. وحقيقي مش بس الطعم هو اللي تحفة، ريحة البيت كلها كانت تحفة. وجربوها وإن شاء الله تعجب.